كندوي على الرياضات القتالية. فأول رياضة كطيح في بالنا هي الملاكمة، هي الرياضة النبيلة ومن أمهر الرياضات اللي دازو في التاريخ. كنتفكرو الأساطير ديالها فحال محمد علي، جورج فورمان، ماي ويذر. ولكن كاين واحد الاسم كيطلع لي دائما في دماغي، واحد من أمهر الملاكمين، أصغر بطل في وزن الثقيل. كان واعر وكان كيخلع الخصوم ديالو غير النظرة ديالو ليهم. كان دائما كيربح بالضربة القاضية في الجولة الأولى. وهذا الملاكم هو ايرون مايك تايسون. I want to fight, 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 and destruct the world because I'm the best fighter in the world. مايك تايسون تولد في 1966 30 يونيو في بروكلين برونزفيل في نيويورك. كان طفل اللي هادئ بعاد عن المشاكل، وكان دائما كيشوف الدراري الاخرين كيجبدوا الصداع والمشاكل وهو كيخاف من داكشي علاش كاع الدراري اللي كانوا في حي ديالو كانوا كيضربوه، كيسرقوا ليه الماكله ديالو، بعض المرات كانوا كيسرقوا ليه الحوايج ديالو، وكان كيبقى فيه الحال. كان طفل اللي دائما بعاد عن المشاكل، وخا كاك المشاكل هي اللي تابعاه. هادشي اللي غيخلي مايك انه يكون طفل اللي دائما حزين ووحيد. مايك تايسون ما كانش عنده اب، هادشي غادي يخليه دايما معول على نفسه، وفي نفس الوقت هادشي غادي يأثر عليه نفسيا. ولكن مايك كانت عنده اللي وفية، اللي كتحارب زمان على وديت ولادها، كانت كتخدم على وديت ولادها، كتحارب اي حاجه على وديت ولادها باش تقريه هو واختو ويوليو شي حاجه اللي مزيانه. وغادي تقرر انها تدخلو للمدرسه واحد النهار. ولكن مايك كان ما كيحملش يمشي للمدرسه بسبب التنمر ديال الدراري ليه. كانوا كيضحكوا على اللهجه والطريقه اللي كيدوي بها وعلى قصر القامه ديالو، وكانوا دائما كيضحكوا عليه وكيضربوه في المدرسه. هذا الشيء غادي يخلي مايك يكره دائما يمشي للمدرسه، وكان كيمشي للمدرسه غير باش ياكل في الكافيتيريا. واحد النهار مايك كان في السطح ديال المدرسه وكان كيتفرج في السماء. واحد شويه غادي يشوف اول حب ليه في حياته، واللي هما الحمام. كان كيشوفهم بحال السند ديالو الوحيد، كان كيدوي معاهم وكيعتني بهم على اساس انهم صحابو الوحيدين. مايك من تماك غادي يقرر انه يبدا يربي الحمام، وانه يمشي للمدرسه، ولكن ماشي باش يقرا، غير باش يعتني بالحمام اللي مربي ويعتني بهم مزيان ويبقى معاهم ويحس انه عنده اصدقاء اللي هما الحمام. ولكن واحد النهار غادي يجيو واحد طلبه متنمرين، وغادي يشفروا ليه الحمامه اللي رباها واللي كان كيعتني بها، وغادي يقتلوها ليه قدام في وجهه، وغادي يشطوا الراس ديال الحمامه ويلوحوها عليه. ومايك غادي يتعصب وغادي تبان فيه من تماك واحد الروح القتاليه والروح الشراسه اللي كان مخبيها من شحال هادي. وغادي يسلخ داك الدري قدام كلشي، وكاع التلاميذ والطلبه غادي يوليو كيحترموه ويخافوا منه. من تماك مايك غادي يتحول لشخص اخر، وكاع الدراري ديال الحي ديالو غادي يوليو يحترموه. ومن تماك غادي يبدا يسرق ويتضارب مع الدراري، ويبدا يدير السرقات اللي يكونوا كبار بحال انهم يدخلوا لشي دار ويسرقوا كاع داكشي اللي فيها. وكان بعض المرات البوليس كانوا كيتبعوهم، ولكن هما كانوا كيعرفوا كيفاش يفروا. وواحد المره كاع كانوا البوليس ضربوا واحد الطفل حداه بالرصاص، جاب الله جات في الدري وما جابتش في مايك. والجيران ديال الحي غادي يبداو يتشكاو من مايك على انه هو اللي كان كيسرق، ويبداو يقولوها لمو. ولكن مايك غادي يبدا يدخل المشاكل اللي كبيره عليه، ويوليو يشدوه البوليس ودوه الكوميساريه. والام ديالو فيما كانت كتلقاه في الكوميساريه كتبدا تضربو باش تربيه وما يبقاش يعاودها. ولكن مايك هو مايك، ما بغاش يتبدل على العاده ديالو. حتى لواحد النهار غادي يديو الإصلاحية، ومن دخل الإصلاحية غادي يتلاقى مع ولاد دربو واللي هما عشرانو. وبالعكس غادي يفرح وغادي يولي كيبغي يدخل الإصلاحية كل مرة. فيما كان كيدخلوه كيعاود يخرج كيدير شي مشكل باش يعاود يدخل الإصلاحية. وديك الساعات كان في عمره غير 10 سنين حتى ل 12 عام، وكان وصلات عنده 13 عام. كانت هذيك اخر مره غادي يدخل فيها، ولكن حيت غادي طرا حاجه استثنائيه. الدراري عشرانو غاديو يقولوا لي بلي كاين واحد المدرب كيدرب هنا الدراري على الملاكمه، وكان قال لهم بلي هو غادي يسلخو. وتماك مايك غادي يتحدى هذا المدرب، وغادي يمشي عنده حتى للصاله اللي كاين عندهم في الاصلاحيه، وغادي يتحداه باش يلعب ضدو نزال في الملاكمه.
وعشرانو كانوا ديك الساعات كانوا كيشجعوه على انه يلعب ضده وانه غادي يسلخو دغيا. ومايك منين جاي يلعب ضده غادي يبدا غير يضرب وينيش فين ما جات، وهادشي اللي غيخلي المدرب دغيا يسكيف على الضربات ديالو ويضربو ضربه وحده ويخليه يخسر النزال. ومايك غادي يبدا يطلب في هاد المدرب باش يدربو، ولكن المدرب كان عنده شرط هو انه يولي كيقرا مزيان. مايك غادي يبدا يقرا مزيان ويجتهد في قرايته، وهذا الشيء غادي يخلي المدرب يوفيه بالوعد ديالو ويبدا يدربو الملاكمه اول مره. مايك غادي يكتشف عالم ديال الملاكمه وتولي عزيز عليه ويجربها لاول مره في حياته، وبالفعل لقى فيها راحته ولا قوي بدنيا وحتى نفسيا بسبب الملاكمه. ديك الساعات المدرب ديال الإصلاحية غيقترح على مايك انه يديه يشوف واحد المدرب كاين في كات سكيل باش يشوف القدرة ديالو في ديال الملاكمة. وكان هذا المدرب معروف وسميتو كاز داماطو. ملي كان شافو اول مرة كان انبهر به وقال ليه غتولي تا هو اصغر بطل في العالم. مايك غادي يبدا المسيرة ديالو في الاماتور وغادي يبدا يلعب مع مقاتلين اللي كانوا طول منه وامهر منه، ولكن واخا هكاك مايك كان كيربحهم بسهولة وفي اول جولات. ولكن واحد النهار غيتلاقى مع تيرمان اللي كان تا هو واعر وغادي يخسر معاه وما غاديش يعزلوه باش يشارك في الاولمبياد ديك الساعات. من تماك مايك غادي يبدا في العالم الاحتراف لاول مره في الملاكمه. Mike Tyson takes 2 steps forward. Let's go with a couple of lefts now. A right, a left. He's got him down. Mike Tyson sends Mike Jamison to the mat. Jamison is doing at this point what I think he should have been doing in the first place. He just took the right He's hand. down to one knee. Jamison. Joe Cortez, the referee, with a count. And Jamison suffering his second knockdown here in the 5th round. Back up in the corner. Jamison wants to continue. A low right from Young. And down goes Mark Young. A breeze. That's it. A little phantom. He's gone. It's over. To the southwest stance and tries to rock 2 right hooks off Tyson's head. With a to go. And there is a solid shot. Wisnowski stayed up after that one. This is a much slower and much more measured Mike Tyson. And Albany to right, good right hand, out him down. Early in the 4th, can Tyson finish this? I think so. I think so. That's enough. Now that last right hander, that was questionable. Tyson celebrates. 19 years of age. Long is 27. Oh, wow. Well, that was quick. Here comes. ولكن غيطرا واحد الخبر اللي خايبوه هو وفاة الام ديال مايك تايسون. هادشي غادي ياثر عليه نفسيا. من تماك كاس غادي يقرر انه يتبنى مايك تايسون ويعاملو كانه ولده، غادي يدخلو لدارو وغيبدا يدربو كل نهار، وفي كل ليله كان كيحاول يموتيفيه انه غادي يولي اصغر بطل في العالم. ومن بعد سلسلة ديال الانتصارات ديال 5 نزالات لا هزيمة غادي يطور من الريكورد ديالو ل 22 انتصار بدون هزيمة. ابرز هاد النزالات كان ميتش جرين اللي كان ربحو مايك بطريقة اللي واعرة وربحو في جميع الجولات، ما خلى فين يتحرك، ومايك كان كيضرب فيه ضرب اللي كان قاسي، وهادشي اللي غيخلي الحكام يعطيو النزال لمايك تايسون. ومن وراها غادي يلعب مع مارفيس فريجر ولد الاسطوره جو فريجر، وغادي يربحوا برايت ابركات واللي كانت واعره ديك الساعات، وغيربحوا في الجوله الاولى. ولكن ديك الوقيته غادي يجي واحد الخبر اللي كان محزن بزاف، وهو الوفاه ديال مات الاب ديالو كاز داماطو. Very proud to be a pallbearer for him. And I was just 19 years old. I didn't know what to do with my life. There was news cameras there, there were reporters there. And I was just saying, I don't have my friend no more. I was very scared. I felt very vulnerable. I felt lonely. I just felt naked to the world. I just felt like a very vulnerable young boy. And it was just a real horrific time for me in my life. I was just a young boy at 19, and I didn't have the chance to let Cus see the prospects of me growing as a heavyweight champion. وفي 1986 22 نوفمبر غادي تعلن على الفايت ديال مايك تايسون ضد تريفر بيربيك على الدبليو بي سي تشامبيونشيب في لاس فيغاس.
مايك تايسون غادي يبدا الفايت بداية اللي غتكون قوية بزاف، وغادي يربح الجولة الأولى بنوكاوت. في الجولة الثانية هادشي اللي غادي يطرا. والريكورد ديال مايك تايسون غادي يولي 28 وين ب 26 ملكاو و 0 خسارة. وهاد السيد اللي كاين حدا مايك غيكون عنده دور كبير في الفصل الثاني، تفكروه مزيان. الى وصلتوا لنا فهادي نهاية ديال الفيديو، النهاية ديال الفصل الاول من قصة مايك تايسون، ومازال قصة ما سالاتشنا. ما تنسوش انكم ديروا لايك، تشاركوا في القناة، وديروا كومنت، وتبارطاجيو مع الناس اللي مهتمين تما بالبوكس وباسيوني بلا بوكس، و تهلاو.